يا صباح المخبوزات الحلوة اللي تفتح النفس، يا صباح الفل على عيونكم. طبعًا المدارس على أبواب، حبيت أعمل لكم بعض المخبوزات كده اللي ما تقلقيش يا خالص يا ست الكل. طبعًا كل الأمهات بتقلق الصبح هتعمل سندوتشات وهتصحى بدري، لأ ما تقلقيش خالص، خالص طول ما أنا معاكِ. هنعمل حاجات مخبوزات فيها كل العناصر الغذائية، أنتِ مش محتاجة أي حاجة خالص، يعني حتى لو من غير حشو خالص هتبقى زي الفل. المخبوزات دي فيها نشويات، فيها بروتينات، فيها كالسيوم، فيها دهون، فيها سكريات، يبقى إحنا هنحتاج إيه أكتر من كده؟ يعني وجبة متكاملة من كله، هتديها لابنك وترتاحي. بس في بداية الفيديو كده هنعمل إيه؟ هوريكم بعض المخبوزات والأنواع الفطير المشلتت بكذا طريقة اللي إحنا عملناها على القناة، وهسيب لكم اللينكات كلها فين؟ في صندوق الوصف. اللي مش عارف صندوق الوصف فين هتضغطش على العنوان مرة هيظهر لك كلمة المزيد، هو ده صندوق الوصف. يلا نبدأ الفيديو. بس انتوا عارفين قبل ما نبدأ الفيديو لازم نعمل ايه؟ نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب راسل مميزه. اتمنى تحط لايك الفيديو، واللي ما اشتركش يشترك في القناه ويدفع زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. واتمنى انتشار الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعم الفائده للجميع. واتكلمنا كتير ويلا بينا على المخبوزات السهله البسيطه اللي انتوا شايفينها دي، كلها تستاهل بقكم. يعني بصراحه حاجات سهله وبسيطه جدا وتقدري تعمليها في البيت وتوفري وتدبري، يعني يا ست الكل هتوفري وتدبري. ومعانا المشبك الدمياطي بأقل التكاليف وسهل جدا. ويلا بينا على الوصفة بتاعتنا السهلة البسيطة. مبدئيا كده في بعض التكات يا جماعه، انا طبعا هسيب لكم طبعا المقادير في صندوق الوصف، بس في يا جماعه تكات في الفيديو لازم بقولها، لازم تتفرجي عليه، مش مجرد بتاخدي المقادير من صندوق الوصف. انا بكلمك بصراحه بامانه. معانا كوبايتين من اللبن، معانا كوبايه الا ربع من السكر. احنا بنغمز شويه بالسكر كده علشان ايه؟ اما نيجي ناكله ما يبقاش مايه، نحس بايه؟ سكريات شويه. نزلنا ببيضتين، طبعا احنا عايزين نغذي ولادنا بقى واحنا نتغذى على كمان. معانا معلقه من الخل، طبعا لازم نحط البيض يا جماعه علشان يبقى الغموس بتاعه فيه. انا بقول لك لو وصلتي المقطع ده يا ريت تحطي لايك، ولو ما اشتركتيش هكون سعيده جدا باشتراكك، وهكون اسعد لو بعتي لي اي كومنت. ان شاء الله يكون وجه مبتسم هيبقى من ايدك زي العسل وزي السكر. ما تتخيلوش الكومنتات بتاعتكم بتسعدني قد ايه، فعلا بتفتح نفسي في الشغل، يعني للشغل جامد يعني. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي، اجمل متابعين في الدنيا. بعد كده مقلبنا السكر مع البيض مع اللبن. انا مدوبه الخميره 10 جرام خميره في ربع كوبايه من الميه، عليهم معلقه صغيره من السكر لحد ما اتفعلت وفارت وعملت فوم كده، وبعد كده نزلت بيها. بعد كده معايا كيلو من الدقيق، انا بستخدم يا جماعه دقيق فاخر. حابه ان انت يعني الدقيق الفاخر ده كويس، حابه تجيبي اي نوع دقيق مفيش مشكله خالص، بس في دقيق لازم تستبعديه. اوعي تجيبي دقيق كيك، لان في متابعين كتير بعتوا لي وقالوا لي لما نيجي نعمل مخبوزات وتخمر بدخلها الفرن بتهبط. تعرفي ان الدقيق ده بتاع كيكه مش بتاع مخبوزات. بس استبعدي تماما دقيق الكيك. بعد ما عجنتها غطيها واسيبها بس ربع ساعه ترتاح. حد يقول لي هسيبها ربع ساعه ليه؟ هقول لك علشان افعل ماده الجلوتين اللي موجوده في الدقيق. هي الماده دي يا جماعه بتخلي العيش معاكي طري كذا وقت يعني طويل، وبتخلي العيش فاتح من جوه والقوام بتاعه ابيض، لونه ابيض من جوه. بعد كده هنزل ب 100 جرام من الزبده، ما عندكيش زبده يبقى 100 جرام من الزيت، ما عنديش زيت يبقى 100 جرام من السمنه. يعني هنعمل عندنا بدايل وهنعمل. بعد كده بعجنهم 5 دقايق. خلي بالك يا جماعه يا ست الكل، طبعا هتعبك لو ما فيش عجان، يبقى هتعجني يعني مثلا لو انا بعجن في العجان 5 دقايق، هتعجني حضرتك 10 دقايق. كل ما تعجني المعجنات بتاخدي نتيجة احسن، ولون العجينة بيفتح معاكي وينعم. اول ما بتحطي الزبدة وتعجني بتحسي انها قطعت معاكي كده، مفيش مشكلة، عجني وهتنعم معاكي. بعد ما عجنتها سيبها ساعة كاملة تتخمر، لان العجينة اللي بتبقى فيها بيض بتبقى تقيلة شوية في الخمر. بعد ما اتخمرت لازم اهبطها من الخمر بتاعها، ونبدأ نشكل بقى ونعمل ابداع. الاشكال اللي انت شفتيها دي تقدري تعملي الاشكال اللي انت عايزاها كلها. خلي بالكم يا جماعه انا موريكم برضو على سياق الفيديو مخبوزات يعني اقتصاديه بالميه بدون لبن وبدون بيض وبدون اي حاجه خالص، فين ومخبوزات كتير جدا. لو حابه تعملي مخبوزات اقتصاديه بدون لبن وبدون بيض موجوده يعني. بس النهارده اطفال بقى وولادنا يروحوا المدارس، لازم ايه نهتم بهم شويه علشان هو يبقى وجبه متكامله من جميع كل حاجه بصراحه. بعد كده ببدأ أكوره كله كده. أنا جنبي ميزان وبوزن الكرة 90 جرام. كل الأشكال اللي انت شفتيها دي مقاس واحد، بس طبعا بشكل بقى كذا شكل. ما عندكيش ميزان يعني قد البيضة حوالي قد البيضة مرة ونص، متفقين؟
طبعا لازم نغطي العجينة بالبلاستيك، سواء اللي بتقطعي منها او اللي انت قطعتيه، علشان ما تعملكيش قشرة من على الوش. انا دهنه الرخامة دهنه من الزيت، ودهنه برضو الصينية دهنه من الزيت، وعملت هو كله. وبعد كده اغطيه واسيبه بس 5 دقايق يرتاح، ولما اجي ابدا من اللي انا عملتها اول واحدة. متفقين متفقين. طيب بدهن كل ما بين واحدة واحدة او 2 3 كده، بدهن الرخامة دهنة زيت بسيطة مش كتير. طبعا انا مهما اشرح الصوره خير دليل. شايفين انا بعمل ايه؟ شايفين طبعا الاشكال. ممكن تحشي جبنه، بس يعني حاولي تستبعدي الجبنه الموتزاريلا علشان ما تسيحش، بس اهم حاجه تقفلي كويس قوي. ممكن تحشي نوتيلا، في بعض الاطفال والاولاد يعني والكبار بيني وبينكم بيحبوا النوتيلا قوي. حابه تحشي نوتيلا ما فيش مشكله خالص، حابه تحشي جبنه برضو ما فيش مشكله، حابه تحشي عجوه ما فيش مشكله، مش حابه تحشي حاجه خالص. هي بصراحه الغذاء بتاعها فيها مش محتاجه اي حاجه خالص، وولادك فعلا هيشكروك عليه. طبعا انا بحكي في سياق الفيديو وانتوا شايفين الصوره هي يعني بتعمل ازاي. انا عامله لكم من كل واحده 2، علشان ايه لو ما لاحظتيش في الاولانيه تلاحظي وتاخدي بالك في التانية. متفقين متفقين. بصراحه انا بحاول يعني اعمل لكم، يعني بصراحه عايزه اعمل لكم كل حاجه. واي حاجه انتوا عايزينها ابعتولي، وانا ان شاء الله بقى ايه بعمل لكم كل حاجه. ولو نسيت اي حاجه برضو في الفيديو وابعتولي، وانا ايه هرد عليكم ان شاء الله. شايفين هنعمل نبرمها مرتين كده، ده تقريبا اللي هو الكرواسون. شايفين بفرده وبعدين الفه ايه ارولو كده. شايفين اهو. طيب باجي على نص العجينه كده وافتل ارفع، يعني ايه اسيبها تخينه من قدام، وعلى النص كده برفع علشان تديني شكل الكرواسون اللي انتوا كلكم عارفينه او المولتو. شايفين بعمل ايه؟ طبعا الصوره خير دليل مهما اشرح انتوا ايه شايفين. بضخم من قدام وارفع من ورا علشان لما الفها تديني شكل المولتو اللي انتوا عارفينه او الكرواسون. شايفين الجمال. خلي بالك ممكن تحشيها اي حاجه، بس اهم حاجه في اللفه الاولانيه لو انت هتحشيها قفلي خالص من جميع الجهات. شايفين برفع من نص الايه الاخرين ازاي اهو، وامده كده وبعدين ابططه. موضوع سهل سهل يعني اسهل مما يمكن يعني. شايفين الجمال. عايزه اقول لكم بقى اكلمكم على شويه، انتوا شايفين بقى الصوره يعني ايه وانتوا شايفين كل حاجه. عايزه اكلمكم على انواع الدقيق. في ناس كتير جدا يا جماعه سالتني في دقيق، مثلا يقولوا لي احنا مثلا بنعمل الفطير والاقيه بيجلد مني. الفطير يا جماعه فيه دقيق بيبقى العرق جامد قوي بزياده. طبعا الفطير كلكم عارفين بيحب العرق الايه القوي، بس بيبقى فيه عرق قوي قوي. لو انت استخدمتي دقيق وحسيتي ان مثلا الفطير طلع مجلد معاكي، هاتي نوع تاني او هاتي نوع واخلطيه على النوع ده، يعني نص ونص، بحيث ايه ما يبقاش ايه عرقه قوي قوي. متفقين متفقين. برضو في دي يا جماعه بيبقى مكتوب عليه الكيك. الكيك ده اوعي تعملي بيه المخبوزات، اول ما بيخش الفرن بيهبط على طول. لو عملتي بيه اي مخبوزات اول ما بتخش الفرن بتهبط على طول، لان في متابعين كتبوا لي كتير وقالوا لي الموضوع ده احنا بنعاني منه. متفقين متفقين. برضو بعض الناس بتقول لي المخبوزات بتنشف معايا، ما فيش فايده بتنشف. هقول لك بتنشف ليه. المخبوزات دي يا جماعة لازم ما تسخني الفرن قبلها ب10 دقايق. لو الفرن بتاعك هادي لازم تسخنيه قبلها بتلت ساعة كمان، وبعد كده تخش على فرن نار عالية. وبعدين يعني تعلي الفرن. من المخبوزات اللي زي دي ما فيهاش زبدة كتير، مش عايزة نار هادية يا جماعة. حد هيقول لي طب انتي شغلتي الشواية؟ هقول لك لا، انا ما بشغلش الشواية خالص في المخبوزات، لان لو شغلت الشواية بتديني لونه مش حلو واللون مش هيعجبك خالص. انا بس بعمل ايه؟ بسخن الفرن قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 200، لأن الفرن بتاعي عالي. انت كل واحد عارف الفرن بتاعه، يعني كل واحد عارف ايه الفرن بتاعه ايه اخباره، عالي هادي الكلام ده كله. وبرفع الشبكة لفوق خالص، وكل 3 دقايق بقلب الصينية بضيرها علشان اخد لون موحد للمخبوزات. كتير منكم بيقولوا ايه الموضوع اللون ده جاي منين، فانا بقول لك كده بصراحة انا بعمل كده، وانا بصراحة بقول لكم بكل امان. متفقين متفقين. يا ترى وصلنا لايه؟ بنعمل ايه دلوقتي؟ شايفين العقده دي؟ بنقعد عقده. شايفين شكلها جميل فعلا. يعني مثلا ببرم برمه كده واكني بربطها والفها من اليمه التانيه ويقابلوا بعضهم، واقوم ايه موصلها ببعضهم. بس اهم حاجه اقفليها كويس علشان اثناء الخمر واثناء ما هي تخش في الفرن ما تفتحش مني. هي عقده بس شكلها جميل بصراحه. حبيت ان انا ايه اعمل لكم كذا تشكيله كده علشان نفتح نفس ولادنا كده للاكل. طيب يا ست الكل هتعملي ايه بقى؟ هتعملي المخبوزات دي ازاي؟ هتفرزيها وتفضل طريه ازاي بعد ما تخلصي المخبوزات دي وهي لسه يعني ايه مايله للدفى بسيط؟ مش تسيبيها بقى على الرخامه ساعتين 3، لا، تبرد يعني، بس يعني ايه تبرد دفى بسيط خالص. هتجيبي استريتش راب او اكياس. ما عندكيش استريتش راب هتجيبي اكياس، وهتجيبي كل مخبوزات كل واحده من دول وتغلفيها كويس قوي باستريتش.
او دي عجوه بالمناسبه، هرجع لكم تاني لموضوعنا. دي عجوه انا عاملاها في البيت على فكره، يعني جايبه بلح وعامله العجوه دي. هسيب لكم لينك برضو عمل العجوه من البلح في صندوق الوصف، اللي حابب يعمل عجوه. طبعا العجوه بيتي مفيش احسن منها طبعا، لان العجوه اللي بنشتريها غالبا بتبقى فيها رمله كده بتقرش. وبعد كده دي ترسة الافران بالمناسبه، اسمها ترسة الافران. خلي بالك وانت بتقصي الاشكال بتاع العجوه دي، ابعدي عن القفل اللي احنا قفلناه، ما تروحيش بقى القفل مكان القفل وتقومي جايبه المقص وتقولي قصلي القفل بتاع اللي احنا عملناه. فانت ايه وانت بتقصي كده تبعدي عن القفل اللي احنا قفلناه. متفقين؟ متفقين. شايفين الجمال؟ حابه تصغريها تكبريها بقى براحتك. بصراحه يعني ايه، انا قلت لكم كذا يعني شكل واللي انتوا عايزينه اعملوه، بس هي اصلا مش محتاجه حشو، لان طعم العجينه نفسه طعمه فوق الوصف. وريحه البيت فعلا قلب ريحه البيت، لان فعلا طعمها كده من الاخر يعني. صدقوني. احنا كنا بنحكي في ايه؟ كنا بنحكي في تغليف المخبوزات دي. هتغلفيها على طول لما تبرد، كل واحده في ايه، في السريتش راب، او تحطي كل واحده في كيس سندوتشات وتقفليه كويس، وتجيبي كيس بقى كبير تلمي كل الاكياس الصغيره دي فيه وتربطيه كويس قوي وتحطيه في الفريزر. ابنك رايح المدرسه، خدي يا حبيبي الصبح بقى هتعملي سندوتش، لا هتحطوها له في الشنطه عقبال ما يروح بقى الفصل بتاعه، عقبال ما يطلع فسحه. مش عارفه بالمناسبه بيسموها ايه، انا ايامنا كان اسمها الفسحه. دلوقتي في تقاليع غريبة جدا، أنا مش عارفة بصراحة هي فسحة ولا اسمها إيه. أول ما يطلع بقى الفسحة دي، هيكون المخبوزات دي فكت أكنها لسه طالعة من الفرن وصابحة وزي الفل، وريحتها كده فعلا بتفتح النفس، وهيدعيلك فعلا عليها. متفقين؟ متفقين. يا ريت إن أنا بقول لكم أفكار يكون إيه، يعني إيه تفيدكم بعض الشيء. أتمنى إن أنا إيه أفيدكم بعض الشيء. شايفين الحركة دي؟ بعد ما أرولها كده بعملها عكس وأطولها كده. ده ايه؟ ده الباتيه. الباتيه يا جماعه بيتعمل كده. حابه بقى تحشيه جبنه ماشي، حابه تلفيه كده من غير حاجه خالص. انا بحط جبنه دي جبنه تلاجة يا جماعه، ملح خفيف خالص يعني مش حادقه، عشان كل اطفالنا بيحبوا الحاجات اللي هي ايه بتبقى ملحها خفيف. متفقين؟ انا بجيب لك بصراحه بعض افكار، وانت بقى ايه ابدعي براحتك، يعني ايه ابدعي اللي انت حابه اعمليه. شايفين انا بعمله ازاي؟ برله كده، وبعد كده اطوله عكس وافرده علشان يديني رقان من جوه، يديني رقان كده وقوام متناسق من جوه. متفقين؟ متفقين. شايفين انا بعمل ايه؟ اهو. موضوع سهل 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 بصراحة. وممكن تعملي كمان اشكال، يعني دي اعتقد ان ده فينو، صباع فينو اهو. ده كايزر يا جماعة. كايزر يا جماعة مش تسيبيها مكورة كده تقولي لا هي مكورة هسيبها زي ما هي، لا لازم تبططيها وتطبقيها كده علشان تعملي العجينة لب من جوه، علشان القوام بتاعها ما يبقاش فيه فراغات من جوه، علشان ما حدش يقول لي لا ما نسيبها كده مكورة زي ما هي. اقول لك لا، لازم تفرديها وتطبقيها زي ما انا بعملها كده اهو. شايفين؟ اهم حاجه تقفليها كويس قوي علشان ما تفتحش منك اثناء الخمر. لو ما قفلتهاش كويس بتلاقيها فتحت في الفرن. شايفين؟ هنعمل الضفيره بتاعتنا بقى ونضفر. هنعمل ايه؟ هي نفس العجين نفس المقاس، بس انا احاول ايه اخليهم قد بعضهم. شايفين؟ بلزقهم كلهم في بعض اهو. اضفر بصراحه، وانا بضفر كنت نسيت التضفير. يا ترى التضفير ازاي؟ كنت هتمخل وانا بعمل. شايفين اهو؟ وبعد كده بلفها واعملها كحكه. الموضوع سهل خالص، بس خلي بالك بقى فيها ملحوظه كده حابه اقول لك عليها. وانت بتحطي المخبوزات، انا حاطاها في صينيه يا جماعه، احلى احلى مخبوزات تخبزيها في صينيه المونيا. احلى يعني، انا بحب الصراحه اخبز في صواني المونيا، لكن صواني اي حاجه تانية لا مش بحبها خالص. شايفين الحركه دي؟ ببططها واعملها شكل جديد اهو، واحطهم فوق بعضهم، وبعد كده ايه اقطعها. شايفين الجمال؟ وبعد كده بقفلها واضفرها. ده شكل جديد، شكل عجبني قوي بصراحه. شكله كده هتحس ان شكله رقيق بصراحه. شايفين؟ انا عملت من الشكل ده 3. انا بقول لكم المخبوزات دي يا جماعه اللي احلى مخبوزات تاخديها من الصواني الالمونيا، لكن اي صواني تانية مش حلوه خالص. ولو هتجيبي صواني تجيبيها يكون سميكه، يعني ما تكونش رقيقه قوي عشان ما تلسعش المخبوزات منك. متفقين؟ متفقين. انا بحاول والله افتكر كل حاجه علشان اقولها لكم بامانه يعني. شايفين؟ بضفرها وبقفلها كويس علشان ما تفتحش مني. طيب نيجي الدهان. معانا بيضه ومعانا معلقه كبيره من الخل، واربهم كويس قوي وندهن بيهم طبعا علشان لما نرش السمسم يلزق عليه. حد هيقول لي انا مش بحب دهان البيض، اقول لك هتجيبي معلقتين لبن وتدهني بيهم. حد هيقول لي طب ما عنديش لبن، هقول لك هتجيبي معلقتين من الميه او ربع كوبايه من الميه عليها معلقه من السكر وتدوبيهم وتدهنيهم. ده الكلام ده بندهن علشان لما نحط السمسم يلزق. بس في ملحوظه اقول لك عليه، اول ما تدهني واحده ولا اتنين رشي على طول السمسم، لان البيض بينشف بسرعه. خلي بالك من، مش تروحي تدهني بقى كله واحنا بندهن عند ما يخش الفرن. يعني انا بعد ما شكلت المخبوزات دي يا جماعه سبتها ساعه تتخمر
حسبت كده وسبتها ساعة تتخمر. طبعا بغطيها ببلاستيك في ايه، مش في حتة هوا. قبل ما ادخل المخبوزات على طول بدهنها، مش بدهنها قبلها، وبسخن الفرن قبلها ب10 دقايق. لازم المخبوزات تخش على فرن سخن يا جماعة. برفع الشبكة زي ما انتم شايفين كده، ومش بايدي الشواية خالص، انا مشغلة الفرن بس. تاخد معاكي من 10 ل 12 دقيقة مع تدوير الصينية علشان اخد اللون الموحد الجميل اللي انتم شايفينه ده. متفقين؟ كتير منكم بيسألني على الموضوع ده، وحبيت ان انا ايه انوه عليه. شايفين ما شاء الله عليه لون وشكل وكل حاجة حلوة فيه. وبعد ما خلصنا الكمية ما شاء الله كيلو دي عمل لي كل الكمية دي. يعني مشانة مخبوزات لو هتشتريها من الأفران، يعني بقى عذرا بقى أيها الأفران بقى كده ما تزعلوش منا بقى. شايفين الجمال؟ بصراحة حاجة تفتح النفس، حاجة فعلا من الآخر. شايفين؟ اول ما بتطلعيها من الفرن على طول هتجيبي فطين 2 وتغطيها وتسيبيها بس متغطيه 5 دقايق علشان ترد تطرى معاكي. اول ما بتبقى طالعه كده بتحسي ان هي ايه يعني جامده شويه. اول ما بتغطيها بتطرى خالص. وبعد كده بتجيبي معلقه او سباتولا كده ايه تطلعي المخبوزات كده، بتبقى ايه لازقه سنه بسيطه بس بتطلع عادي مفيش مشكله، يعني مش لازقه لازقه لا. بس ما تطلعهاش وهي سخنه، لما تبرد تغطيها وتبرد كده شويه تبقى دافيه. بعد كده هاتي معلقه كده وايه اسحبيها من الصينيه هتنشال عادي بمنتهى السهوله. شايفين الجمال اهو؟ بصراحة حاجة يعني تفتح ان شفتي ترسة الافران عاملة ازاي حاجة جميلة جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو اي استفسار حابة تستفسري عليه ابعتيلي كومنت وانا ان شاء الله هجاوبك عليه. انا بجاوب على كل الكومنتات يا جماعة. شايفين ما شاء الله عليه قوام متناسق لونه ابيض زي القطن بالظبط. واسيبكم في رعاية الله وامانه. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.